الجزائر في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السياح الأجانب الوافدين إليها خلال 2013 بواقع 2.7 مليون سائح أجنبي، في ظل توافد أضعاف السياح إلى دول الجوار بواقع 10 مليون سائح في المغرب مثلا، وعائدات من قطاع السياحة تفوق 6 ملايير دولار من كل في مصر والمغرب. واقع سياحي مرير يؤكده غياب بنية تحتية فندقية وتعقيدات إدارية تفرض على السياح والمستثمرين الأجانب. استقبلت الجزائر سنة 2013 2.7 مليون سائح أجنبي حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو رقم اعتبرته الهيئة منخفضا جدا مقارنة بحوالي 10 ملايين سائح لدى المغرب الذي حل في المركز الأول إفريقيا، و9.1 مليون سائح في مصر، و6.2 مليون سائح في تونس، بينما تصدرت القائمة فرنسا ب83 مليون سائح، تلتها الولايات المتحدة وإسبانيا والصين وإيطاليا وتركيا. وبينما بلغت عائدات السياحة عام 2013 6.8 مليار دولار في المغرب، و6.044 مليار دولار في مصر، و2.2 مليار دولار في تونس، لم تتجاوز 0.2 مليار دولار في الجزائر في عام 2012، وذلك في غياب أرقام دقيقة لعام 2013. قطاع السياحة في الجزائر يسهم في الناتج المحلي الخام بنسبة لا تتجاوز 8%، تهيمن عليها السياحة الداخلية بأزيد من 97% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير منظمة السياحة العالمية. وتعكس هذه الأرقام غياب إرادة سياسية للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر الذي يبقى رهينة التعقيدات الإدارية التي تعرقل قدوم السياح الأجانب في ظل غياب بنية تحتية فندقية وارتفاع أسعار الرحلات الجوية وتهميش الاستثمارات في قطاع السياحة.